وريني فضفضه جديده مع فضفضه قلبي مع رنوش. النهارده ان شاء الله هنبدا فضفضه جديده وقصه جديده وان شاء الله تعجبكم وتقول لي السلام عليكم. بالله عليكم، انا عايزه اعرف حل مشكلتي دي. معايا ابن عنده 17 سنه، ليا اكتر من 3 سنين بعاني معاه في موضوع السجاير. بالادب اتكلمت مش نافع، بالضرب مش نافع. ابوه عرف برضو الاول ما كلموش. سن المراهقه، العيل عايز يجرب كل حاجه، الصح والغلط والحلو والوحش. انت شايفك انت ضده، مش مهما تقولي له مش هيعمل اللي في دماغه، هو اللي عايز يمشيه. وما كلمهوش، كلمه كصاحب ليه، مرضاش يواجهه مع انه جوزي صعب وعصبي. وهو شغال اكتر في السجاير، زاد اكتر في السجاير، ومد ايده في المحل. وابوه ضربه وكتفه اكتر من شهر، وبرضه مصمم، وكل شويه لو حد جعله اي كلمه اي فعل يلم هدومه في الشنطه ويهدد ان هو هيمشي. هو ده سنه. انت 17 سنه، ده قنبله موقوته في البيت. العيل زي ما يكون ايه بقى، رجليه شالته، عايز يعمل اللي هو عايز يعمله، انت مالكيش كلمه عليه، ولا انت ولا ابوه. هو عايز ياخد منك فلوس، اكل شرب، ما ياخدش منك نصيحه. دي السن ده سن صعب صعب صعب. ويهدد انه هيمشي ويسيب البيت، وساعة يهدد انه هيموت نفسه. بيحصل. انا المره دخلت على التيك توك، في حاجات كتير قوي. حاجه اسمها مش عارفه ايه كده، العيال لو اتخانقوا مع حد ده يعور التاني، يعور نفسه عشان ده متخانق. حاجه بصراحه مشكله. لو في اي مشكله عايز يجري على الشباك يرمي نفسه، وساعه الاقي في جيبه موس. وباباه تعب معاه وطرده بره البيت. اتدخلت الناس على اساس انه خلاص بطل وتصالح حاله، ورجع هو في اولى ثانوي. ابوه راح يسال عليه، المدير قال له ابنك بيشرب سجاير. وابوه اتعصب وحلف طلاق ما هو داخل البيت تاني. طبعا انت في موال، ما مش عارفه ترضي ابوه ولا خايفه على ابنك. بس هو مش عارفه. الطرد برضو مش حل. الطرد اللي انت بتوريه السكه الغلط اكتر. اما تطرده خلاص، هو كل حاجه متاحه ليه. هيسرق بقى عشان يشرب سجاير، هيتلم على اصحابه، بس هو كده كده متلم عليهم. انت طردته، فتحت له مجال اكتر. دخل البيت تاني وهو كده قاعد عند عمته، وهي مش قادره عليه، والكذب والحوارات بيلف 100 قصه، ويبقى كذاب، وتقول يا ابني حرام الكذب، لو انت كنت عامل ايه تعالى قول لي، ما تكذبش عليا. برضو لا، هو شايف ان ابوه رماه في الشارع ومرضيش يدخله ولا يروح الامتحانات. بيعاقب باباه بقى اللي هو ما يروحش الامتحانات. ساعة يقول أنا عايز أدخل ثانوي، وساعة يقول أنا هدخل دبلوم، وساعة مش عايزة أتعلم خالص. ده ليك في الأول وفي الآخر. أنت مش هتديني حاجة، أما تيجي تاخد الشهادة مش تيجي تقول لي يا أمي خدي. أنا اللي بعمله معاك اللي أنا نفسي أوصلك لحاجة ما تبقاش في الشارع. الشارع وحش، الشارع هتتعب كتير فيه. انت دلوقتي رجلك شايلاك وفرحان اللي انت صاحبك ده بيقول لك تعالى عندي، وصاحبك ده اما بكره يلاقيك اللي انت فعلا في الشارع ما فيش حد يفتح لك بيته. مش عايزه اتعلم خالص، ومش فاكر اي حاجه حلوه خالص عملناها معاه، ومش فاكر غير الوحش. بس انتوا ضربتوني، انتوا اهنتوني. وبيكره ابوه جدا، وهو ابوه ايوه عصبي، بس والله حنين عليه وبيجيب له كل حاجه هو عايزها. اول ما لقى انه الولد مش راجع قال ده فاشل، انا هفشل فعلا صح، علشان ما يفرحش بنجاحي ويقول ابني فلان بقى حاجه نجح. وكل اللي يقعد معاه يشوه في صوره ابوه. اي مشكله في البيت بيحكي بيها، وانا بحاول معاه واتكلم معاه. اقسم بالله كل الناس نصحته، وان الكلام اللي قلته لو ينكتب في كتاب، ومع اني كويسه معاه ساعه لو في غلط يحاسبه ويضربه، وساعه بيكلمه بالراحه. طبعا ما لازم. طب هو عايزه يعمل يعني انت عايز توصل لايه؟ تفكيرك انت ايه؟ انت كده اللي بتخلي ام صعبان عليها حياتها ما بين الام وابنها. برضو مش مركز غير على الوحش بس. هو اي حد كده انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، وخايفه انه يدخل مع اي حاجه غير السجاير دي. ازاي ما كانش دخل؟ عايزه اوديه لدكتور نفسي، وخايفه الواد يزيد من اللي بيعمله. مع العلم الواد فاجر جدا، الله يكون في عونك. هو بصي، السن دوت سن صعب قوي،
وبيمر، انت كلمتك انت، نصيحتك ليه مش هستفاد بيها. هو انت احنا بنتكلم وبس، بنعمل اللي علينا، بنعمل اللي ضميرنا بيعمل علينا. لكن هو دلوقتي عايز يجرب، واكيد صحابه هم مشجعينه على كده. كل بيت فيه نموذج من اللي انت بتحكي فيه ده. دلوقتي اللي عايز النت والسجاير زي ما بتقولي، والله اعلم فعلا آه، رجع للشرب مش في الطريق التاني ولا لا. كل دوت العيل بيبقى عايز يجربه. ولو صاحبه بقى مثلا ايه بيشرب سيجاره، انت كده مش راجل. انت لو راجل كنت شربت زيي. طبعا الكلمتين دولت وجعوه كرجوله. ما وجعوش بقى، انت بني ادم محترم، ما ينفعش تعمل زيه. ما ينفعش اللي هو يقول لك تمشي معاه. لا، لازم نبقى لينا عقل. انا عارفه ان انا طولت عليكم. لا، انت ما طولتيش ولا حاجه، ان شاء الله يكون في عونك. انت كده ما بين نارين، ما بين النار الاب مش عارفه ابنك يرجع لحضنك، ومن ابنك اللي خلاص هو شارد، مش عارف هي الصح من الغلط، عارف اللي انت بتضريه ولا بتنصحيه. هو انت صح. هو الله يكون في عونك، وربنا يهديهولك ويرجعه عقله بألف سلامه. وان شاء الله تكون كومنتاتكم تجيلها تكون مريحاها.